بصوا يا جماعه، احنا واقعين في مشكله كبيره جدا، ورجاء من كل الناس اللي بتحبني او الناس اللي ما بتحبنيش يعني الفيديو ده يوصل، ويا ريت كله يعمل عليه لايكات ويشيره، عشان احنا ممكن نتحط في مشكله كبيره، نقع في مصيبه بسبب ناس عملت قصه من لا قصه، بسبب موقع اخباري حسبي الله ونعم الوكيل فيه منزل فيديو لينا ومحرف الفيديو. انا كنت عامل فيديو انا واولادي كوميدي، سكتش كوميدي زي السكتشات الكوميديه اللي انا بعملها، الفراخ وهي بتقول لي لا غاليه ومش عارف ايه، وفي الاخر انا بقول الحاجه اللي تغلى ما تشتروهاش، اقصد منها انا اقصد عشان التجار عندهم جشع، فاللي هو انت لو ما اشتريتش الحاجه الغاليه دي فهم هيضطروا ان هم ينزلوا في سعرها غصب عنهم فتجي لك رخيصه. دي فكره وجهه النظر للفيديو، لكن الموقع لقينا موقع زباله واحنا عارفين هو مين بيمونه، ولقيناه منزل فيديو لينا لا وكاتب عنوان، يعني كاتب عنوان مستفز، يعني ان احنا نسخر من رئيس دولتنا. احنا طبعا مستحيل ان احنا نسخر من رئيس دولتنا، اصلا احنا ملناش يعني احنا ملناش اصلا في السياسه، لا من بعيد ولا من قريب، اللهم لك الحمد. وانا راجل عندي 5 ولاد، دي سكتشات كوميديه ما اقصدش بيها خالص لا حكومه بلدي ولا سائل بلدي، الحمد لله عايشين كويس احنا. يعني احنا بقالنا 5 سنين ونص على الميديا، عمرنا ما جبنا حاجه. ليه انا موقع ليه موقع موثق وتبع لجهه الله يسهل لها ينزل لي يقول ان انا بسخر من رئيس دولتي؟ انا عمري ما اسخر منه، ما ينفعش اصلا. فبالله عليكم عشان احنا ما يحصل لناش مشكله ويتقال ان احنا انا برضو الناس كلها تشير الفيديو ده، لان احنا مستحيل يكون ده تفكيرنا. احنا كان كل تفكيرنا وهدفنا من الفيديو، احنا عامه مسحناه كده من على منصاتنا لان ما يتاخدش بفكر تاني. احنا اللي بنرجوه او اللي عايز نوصل فكرته من الفيديو ان احنا بنتكلم على جشع التجار، ما كلمناش بقى على حكومه ولا بلا، مالناش دعوه. وحسبي الله ونعم الوكيل، انا اب ل5 اولاد، فمش حابب ان انا الناس اللي عارفه يحصل لي مشكله. احنا عندنا 5 اولاد، انا ال3 ولاد التانيين صغيرين، مش هنسيب ال5 اولاد ونقعد نتكلم في السياسه. عندي ال3 ولاد صغيرين لسه بيرضعوا ولسه بيلبسوا بامبرز، واكيد انتوا عارفينهم غزل وطلال وتهلا، هم عشان نايمين ما طلعوش معانا في اللايف. احنا عرفنا الموقع منزل واتصالات الحق منزلين لك ايه فاتوترنا فطلعنا على طول انا واولادي اللي كنا عاملين الفيديو. ويا ريت كل الناس اللي بتحبنا تشير الفيديو، يا ريت.